هاقول لكم على حاجة كده أنا باؤمن بيها أوي، لإني جرّبتها وحسيتها وشُفتها بعيني كمان. لو أنتِ من الشخصيات اللي لمّا بتتمنى حاجة حلوة والحاجة دي بتتحقق وتحسّي إن الدنيا متسهّلة معاكِ، يبقى أنتِ من الناس اللي طاقتها عالية، عندها هالة كده صافية نقية محيطة بيكِ. وأنا باؤمن أوي بمقولة إن النوايا هي اللي بتقود رحلة حياتِك وهي اللي بتصنع المعنى. وأنتِ شخصية غلّاوية وسودا واخدة الحياة منافسة، ونِفْسِك اللي قدّامِك يُقع لمجرد إن أنتِ نِفْسِك في حياته، فصدقيني أنتِ كده مش هتوصلي، لإن أنتِ الهالة المحيطة بيكِ هتكافئ الشخص اللي أنتِ بتحاولي تأذيه، وهتضرِّك أنتِ، هتعود عليكِ أنتِ بالسلب. عمركم سألتوا نَفْسكم ليه الشخصيات الناجحة اللي وصلت فعلًا بتكون في الأصل داعمة وبتقدّم tips وما بتبخلش على غيرها بأي معلومات، لإن الشخصيات دي في الأصل مشغولة بنفسها، مش مشغولة بتشويه سمعة غيرها. مجرد التمني بس لوحدها إن حاجة وحشة تحصل لغيرك، دي كفيلة لوحدها إن ما فيش حاجة حلوة هتحصل في حياتِك، إن طاقتِك سودا ومنيلة بنيلة. فيديوهات كتير بتتكلم عن الhard working وإنك إزاي تعمل خبرة والكلام ده فوق راسي وكل حاجة وصح فعلًا، بس لوحده مش كفيل. أنا باحسّها أوي، أنا في ناس كتير، لأ الصراحة هُم مش كتير، هُم حوالي 2 بس قابلتهم على مدار حياتي، كانوا كانوا ح كانوا نِفْسهم في حياتي، كانوا بيبصّوا لي وكده وحاولوا إن هُم يأذوني أو يرازوا فيّا، لغاية دلوقتي ما وصلوش ومش هيوصلوا. هُم كده، هُم طبعهم ونواياهم هتفضل متسلّطة عليهم.